ليه ناس كتير بيشوفوا الإعلان بتاعك وما بيشتروش؟ تفتكر ليه؟ اتفرج على الفيديو ده وانا هقول لك السبب. لو جينا رجعنا كده التفصيل هنلاقي ان الاعلان شكله حلو والريتش عالي واللايكات موجوده، بس الفلوس الشراء يعني مفيش. والسؤال اللي بيتكرر، هو انا بعمل حاجه غلط ولا الجمهور اللي شايف الاعلان مش مهتم؟ والحقيقه الاعلان مش بيبيع لوحده، الاعلان مجرد البدايه مش النهايه. الناس عمرها ما هتشتري منك غير لما تحس انك فاهمهم، صادق معاهم، بتقدم ليهم قيمه بجد، مش مجرد اعلان والسلام. طب ايه اللي بيخلي العميل يشوف اعلانك ويمشي؟ تعال اقول لك. واحد، بتستهدف ناس غلط اصلا، يعني بتكلم جمهور مش حاسس ان عنده مشكله من اساس انت هتحلها له. اتنين، رسالتك في الاعلان مش بتلمس وجع حقيقي عند العميل بتاعك، مجرد كلام عام مش داخل في عمق المشكله. تلاتة، مفيش ماركتينج فانل واضحه بيمشي فيها العميل من اول ما يشوف اعلانك لغايه ما يشتري، يعني مجرد عرض مباشر من غير ولا توعيه ولا تمهيد. أربعة، بتطلب منه يشتري قبل ما يثق فيه، وده عامل زي اللي بيطلب جواز من اول نظره. طيب ايه الحل؟ لازم تشخص الحمله صح، لازم تعرف المشكله فين. هل بتكلم الجمهور الصح؟ طب هل رسالتك اللي ورا الاعلان بتاعك فعلا مؤثره؟ طيب قدمت للناس قيمه حقيقيه قبل ما تطلب منهم فلوس؟ هل عندك فانل بيوصل العميل او بيمشيه في رحله من اول الاهتمام لغايه ما ياخد قرار الشراء؟ الاعلان بتاعك على فكره ممكن يكون بيشد الانتباه، بس اللي بيكسب في الاخر الثقه والقيمه والخطه الذكيه اللي انت بتبنيها للاعلانات بتاعتك. احصائيه من ميتا او الفيسبوك بتقول العملاء بيحتاجوا ان هم يشوفوا المحتوى الاعلاني بتاعك 7 مرات قبل ما يفكروا ياخدوا قرار الشراء. يعني لازم تصبر وتكلمهم صح. قول لي كده في الكومنتات، ايه اكبر غلطه استهداف او غلطه عملتها في الاعلانات عموما وقعت فيها وفكرت في حلول ليها ولا لا؟ تعال ندردش شويه في الكومنتات. السلام عليكم.